كل ما تقول هستنى الاسعار تنزل في حد تاني بيشتري وبيكسب من اللي انت استنيته ده، وساعتها بتفكر هو انا كنت مستني ايه؟ السوق مش دايما محتاج منك قرار مثالي، هو محتاجك تتحرك في وقت مناسب ليك. في مفهوم في الاستثمار العقاري مهم جدا، كوست اوف ويتنج، تكلفة التأخير. يعني مش لانك ما اشتريتش يبقى انت ما دفعتش حاجة، انت دفعت فعلا بس انت مش شايف. دفعت فرق السعر اللي هتدفعه قدام، ودفعت ان المشروع كبر وانت لسه بره، ودفعت ان الوحدات الاولى راحت عليك والمساحات اللي كنت عايزها خلصت. لان اللي بيشتري بدري بيوفر كتير قوي، وبيدخل في كونسبت كده اسمه النمو الصامت. يعني انت مش شايف العائد كل يوم، لكن بعد سنة هتبدأ تشوفه. السعر يعلى والمشروع يبان والطلب يزيد، وتكتشف انك كنت جوه دورة نمو وانت مش شايف. في 2021 المتر كان ب 18000 جنيه في مشاريع كتير قوي. النهارده في نفس المشاريع دي بيعدي ال 40 وال 50000. هو حصلت طفرة، بس برضه عشان اللي اشترى بدري دخل في الدورة دي. النوع ده من التحليل هو اللي هتلاقيه هنا دايما، هدوء، منطق، وزاوية السوق الحقيقية. ما تتأخرش واعمل فولو علشان تكون دايما متابع السوق. سيب كلمة تايم في كومنت وهبعت لك ليست بأحسن المشاريع في الوقت الحالي.